إن لمصر كنوز لا تقدر بثمن. عشرات آلاف العلماء المصريين انتشروا في شرق الأرض وغربها. علومهم غيرت وجه المعرفة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان وغيرها. عبقري الكيمياء أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل عام 1999 عن اختراعه ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتوثانية. وحفر الدكتور مصطفى السيد اسمه من ذهب حين ابتكر علاجا للسرطان بمركبات دقيقة من الذهب، ونال أعلى وسام أمريكي في العلوم، قلادة العلوم الوطنية. البروفيسور مجدي يعقوب نقل جراحة القلب إلى عالم آخر أقرب للمعجزة. لقبه الإعلام البريطاني بملك القلوب، ومنحته الملكة إليزابيث لقب السر. وفي الفضاء كان فاروق الباز أبرز علماء وكالة ناسا باستكشاف جيولوجيا القمر واختيار مواقع الهبوط عليه، ودرب رواد الفضاء في بعثات أبولو على اختيار العينات من تربة القمر وتحليلها. أبو بكر الصديق بيومي أفضل عالم رياضيات في العالم عام 2010 رفض جميع الجنسيات الأجنبية حفاظا على هوية أولاده وانتمائهم لمصر. أما اليابان فإنها تدين للعالم المصري شريف الصفتي الذي ساهم اكتشافه بالتخلص من الإشعاع النووي بعد كارثة مفاعل فوكوشيما، ورشحته طوكيو لجائزة نوبل لقاء ذلك عام 2013. وتفخر ألمانيا بالمهندس المصري هاني عازر الذي صمم محطة قطارات برلين الأضخم في العالم، وكرمته أنجيلا ميركل بوسام الجمهورية الألماني. وفي علوم الكمبيوتر يدين صناع التكنولوجيا إلى الدكتور مجدي بيومي الذي ابتكر دوائر إلكترونية تجعل الكمبيوتر يفكر بطريقة تشبه مخ الإنسان. الطيران يحمل أيضا بصمة مصرية عبر